درس يا ولاد طائر النورس. عارفين طائر النورس؟ ايوه يا ميس. اللي بيبقى موجود عند فين؟ البحر الاحمر. بيبقى موجود عند البحر، بيبقى موجود في منطقة السواحل او في البحر، علشان هو غذاؤه ايه؟ السمك. سمك. علشان كده يا ولاد طائر النورس بنسميه من الطيور المائية. الطيور المائية دي هي اللي بتستطيع السباحة، ماشي، وبتقدر ان هي تغوص تحت المية. طيب طائر النورس، الطيور المائية. للطيور المائية صفات محددة تساعدها على السباحة والغوص تحت الماء. تعيش هذه الطيور في مجموعات كبيرة، وذلك يعينها على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة. وتعد النوارس جمع نورس، وتعد النوارس من أكثر عائلات الطيور انتشارا في العالم. بتقولي اتفضلي اقرأي. بيقول لي للطيور المائية صفات محددة تساعدها تساعدها على السباحة والغ- وال- والغوص تحت المياه. تعيش هذه الطيور في مجموعات كبيرة، وذلك يمكنها على يعينها حماية يعينها يعينها على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة. المفترسة. وتعد النوارس وتعد الموارث أكثر عائلة الطيور انتشارا في العالم. من أكثر عائلات الطيور انتشارا في العالم. شكرا يا بتول. يعني إيه الكلام ده يا ولاد؟ بيقول لنا هنا إن طائر النورس ده من الطيور المائية. الطيور المائية دي ليها صفات محددة. يعني إيه طيور مائية؟ الطيور المائية ديت اللي هي بتقدر إن هي تسبح في الماء، وتقدر كمان تغوص تحت الماء. الطيور المائية دي بتعيش في مجموعات كبيرة. طيب طيور مائية يا ولاد، احنا قلنا النورس، وقلنا ايه كمان اللي بيقدر ان هو على السباحة والغوص تحت الماء؟ البط. البط البجع. والبجع. البجع برافو. وال- البط والبجع والبطريق. والبطريق. تمام. يبقى يا ولاد الطيور المائية دي اللي بتقدر ان هي تسبح وتغوص تحت الماء، زي النورس وزي البط وزي البجع وزي البطريق. طيب الطيور المائية دي بتعيش في مجموعات. ليه بتعيش في مجموعات كبيرة؟ علشان تساعد نفسها ان هي، يعني وجودها في مجموعات كبيرة ده بيساعدها ان هي تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة. والنوارس دي من اكتر عائلات الطيور انتشارا حول العالم. اول سؤال عندنا، ما هي الطيور المائية يا عمر محمد؟ هم؟ هي السباحة هي الطيور التي هم؟ تقدر على السباحة ماشي اتفضلي. والغوص تحت الماء. تحت الماء. برافو. يبقى الطيور المائية هي الطيور، برافو عليك يا عمر، هي الطيور التي تستطيع السباحة، يا ريت نكتب ده، والغوص تحت الماء. دي إجابة أول سؤال، هي الطيور التي تستطيع السباحة والغوص تحت الماء. تمام يا براء، شكرا. تاني سؤال، خديجة، لماذا نعم. تعيش الطيور المائية في مجموعات كبيرة؟ آم، اقرأي كده يا خديجة، اللي أنا هشد تحته خط. لحماية نفسها من الحيوانات من الحيوانات المفترسة. المفترسة. زودت لام علشان ده لماذا تعيش الطيور المائية في مجموعات كبيرة؟ لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. طيب شكرا يا خديجة. الطيور المائية صفات محددة تساعدها على السباحة والغوص. الغوص يعني إيه يا براء؟
الغوص يعني هي تنزل تحت المية. برافو. الغوص النزول في أعماق المياه. طيب مضادها إيه اللي عارف يقول؟ الطفو. الطفو. برافو يا براء. النزول في أعماق المياه. مضادها هنعمل إكس. الطفو. برافو يا براء. طيب عاوزة جودي تقول لي مفرد طيور تستعيش هذه الطيور. مفرد طيور طائر. طائر. برافو. طيب عمر شريف، احنا بنقول تعيش في مجموعات كبيرة وذلك يعينها. يعني ايه يعينها؟ يساعدها. يساعدها. مضادها ايه اللي عارف يقول؟ مضادها مم. يعينها يعني يساعدها. المضاد يعوقها. معنى يعينها. وذلك يعينها على حماية نفسها من الحيوانات. خديجة، الحيوانات جمع نوعه ايه؟ حيوانات. مم. آم، مؤنث سالم. مؤنث سالم بينتهي بألف وتاء. برافو. من لا يا ميس، بس الحيوان. يا ميس نعم. المؤنث سالم المفروض يبقى حاجة عاقلة، يعني تبقى حاجة عاقلة. عاقل أو غير عاقل. طيب. ما احنا قلنا أمهات وأمات. قلنا أمات دي المفروض إن هي الغير العاقل، وأمهات للعاقل، فالاتنين بينتهوا بألف وتاء. طيب من الحيوانات المفترسة وتعد النوارس. النوارس جمع. مفردها ايه يا ريتال؟ النورس. نورس. برافو عليك. من أكثر عائلات الطيور انتشارا. انتشارا مفردها ايه؟ انتشارا يعني حاجة منتشرة جدا. عكس انتشارا ايه؟ اللي عارف كده يعمل ريس هاند، أو اللي عارف يقول على طول. مضاد انتشارا. مفرد يا ميس. مضادها انحسار. انحسارا. انحسار. انحسارا. انحسار. برافو. برافو. مين اللي قال؟ أنا. برافو يا براء. وفي حد تاني كمان قال. أنا يا ميس ريتال. ريتال. برافو يا براء وبرافو يا ريتال. مضاد انتشارا انحسارا. كتبنا الحاجات دي. هي موجودة في ثانية يا المعاني ميس. عامة. موجودة في المعاني. موجودة في المعاني ورا، وفي المفردات ورا يا جودي. شوفي الفقرة اللي بعد كده. طيور النورس. بعد ما عرفنا طيور النورس هي ليه طيور مائية، وعرفنا هي ليه بتعيش في مجموعات كبيرة علشان تحمي نفسها، بيقول لنا بقى إن هنا طيور النورس النوارس من الطيور المائية التي تفضل العيش بمستعمرات والذهاب إلى السواحل شتاء في أسراب. اتفضلي اقرأي يا خديجة. حاضر. النورس من النوارس. الطيور. النوارس النوازل من الطيور المائية المائية التي آه، تفضل تفضل العيش آه، بمستعمرات بمستعمرات الذهاب والذهاب إلى السواحل الشاطئة في شتاء في أسراب. تمام. شكرا يا خديجة. بيقول لنا يا ولاد زي ما عرفنا ان النوارس دي من الطيور المائية، يعني اللي بتعيش جنب المية واللي بتقدر ان هي بتسبح وتغوص في المية. بتعيش يا ولاد في مستعمرات. يعني ايه مستعمرات؟ يعني اماكن تجمع. ما مش بتبقى لوحدها، بتبقى في اسراب وبتبقى في مستعمرات، اماكن تجمع.
وبتروح في الشتاء للسواحل في أسراب، يعني في مجموعات. طيب أنا عايزة أعرف شتاء دي ما حطيناش، مش ده تنوين بالفتحة، ما حطيناش ألف ليه بعد الهمزة؟ اللي عارف يعمل ريز هاند. شتاء المفروض يبقى فيه ألف بعد الهمزة، ليه ما حطيناش ألف بعد الهمزة؟ براء رافع إيده بس، براء اللي عارف، وخديجة وجودي. قولي يا جودي. عشان شتاء فيها ألف. فيها ألف قبل الهمزة، صح؟ والهمزة دي ما أيوة، ينفعش تقع ما بين إيه؟ ما بين ألفين. برافو برافو يا جودي، الهمزة ما ينفعش تقع ما بين ألفين. طيب إنما لو قلت جزءا أحط ألف بعد الهمزة يا جودي؟ بس ينفع أقول؟ قول يا براء. عشان جزءا فيها همزة بس. تمام، فيها مفيش ألف قبل الهمزة، فطالما مفيش ألف قبل الهمزة أحط ألف بعدها عادي. برافو عليك يا براء. طيب أول سؤال، كيف تفضل طيور النورس العيش؟ عمر شريف. بمستعمرات والذهاب تمام، إلى السواحل شتاء في يبقى احنا هنقول دي أسراب. بس، تفضل طيور النورس العايشة بمستعمرات، دي بس، تفضل طيور النورس العايشة بمستعمرات. تاني سؤال، أين تذهب طيور النورس شتاء؟ عمر محمد. إلى السواحل في أسراب. يبقى تذهب طيور النورس شتاء إلى السواحل في أسراب. نعم. كيف تروح الحمام؟ اتفضلي. إلى السواحل في أسراب، ده إجابة تاني سؤال أهو. طيب قلنا النوارس مفردها نورس، من الطيور المائية التي تفضل العيش بمستعمرات. مستعمرات يعني إيه يا بتول؟ أنا قلتها وأنا بشرح. مستعمرات مم. أماكن يعني أماكن تجمع. تجمع، مفردها مكان تجمع. مفردها مكان تجمع. مفرد مستعمرات إيه؟ مستعمر. مستعمرة. مستعمرة. مفردها مستعمرة. مستعمرات يعني أماكن تجمع، مفردها مستعمرة. طيب السواحل برضو يا بتول مفردها إيه؟ الساحل. إيه؟ الساحلية. السواحل مفردها الساحل. مفردها الساحل. مرة تريد الدنيا بقى عشان نمشي. يلا. ها؟ انا فضلت اروق لوحدي يعني. ما انا في درس. طب يا حبايبي تعبانة؟ اللي فاتحين المايك لو سمحتوا يقفلوه. أسراب يعني إيه يا ريتال؟ ريتال. خلاص يا خديجة والله لسه مفتوح، أنا قفلتهولي. أسراب يا ولاد يعني مجموعات. يبقى أماكن مستعمرات يعني أماكن تجمع، مفردها مستعمرة. أسراب يعني مجموعات. نشوف الفقرة اللي بعد كده معانا. شكل طائر النورس. بدأ يا ولاد يوصف لنا طائر النورس شكله عامل إزاي. النورس طائر له جناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران وعنقه قصيرة. لدى النوارس أجسام قوية وأقدام مستوية.
ولها أجنحة رشيقة وأصواتها صاخبة. اتفضل اقرأ يا براء وافتح المايك. النورس طائر له جناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران. ايه ومنقار وعنقه منقارون كبيران ومنقار وعن ورأس ومنقار كبيران وعنقه وعنقه قصيرة. لدى النوارس أجسام قوية وأقدام مستوية، ولها أجنحة رشيقة وأصواتها صاخبة. تمام. بيوصف لنا يا ولاد طائر النورس، بيقول ان اجنحه طائر النورس زي ما احنا شايفينه في الصوره كده، اجنحته كبيره، وراسه ومنقاره الاتنين كبار، وعنقه اللي هي رقبته اللي بعد الراس دي عنقه قصيره، والنوارس دي ليها اجسام قويه واقدام مستويه واجنحه رشيقه. يعني ايه رشيقه؟ يعني خفيفه الحركه وسريعه جدا، واصواتها صاخبه يعني عاليه ومختلطه. عارفين الصوت العالي اللي هو احنا ما بنبقاش فاهمين هو بيقول ايه؟ ده الصوت بتاع طائر النورس. صاخبة يعني عالية. أول سؤال هنا، صف شكل طائر النورس. اتفضلي يا جودي. طائر النورس مم. هو طائر له جناحين كبيران ورأس ومنقار كبيران وعنقه قصير. لدى آم، وأقدام مستوية ولها أجنحة رشيقة. بس كده. صف شكل طائر النورس ممكن نختصرها ونقول جناحان كبيران، رأس ومنقار كبيران، وعنق قصيرة، وأقدام مستوية، وأجنحة رشيقة. ده شكل طائر النورس اللي هي الفقرة اللي قدامنا دي. شكرا يا جودي. السؤال اللي بعده، خديجة، بما تتميز أصوات طائر النورس؟ آه، آخر حاجة خالص في الفقرة يا خديجة. صوت صوته صاخب. تتميز أصوات طائر النورس بأنها صاخبة، أو أصواتها صاخبة على طول. شكرا يا خديجة. النورس طائر له جناحان كبيران ورأس. جمع رأس إيه؟ عمر شريف. جمع رأس. رؤوس. برافو. ومنقار كبيران. جمع منقار إيه بقى؟ دي اللي أنا هكتبها. عمر شريف برضو. مناقير. مناقير. برافو. منقار هنكتب فوقيها هنا جمعها جيم يعني الجمع. مناقير. جمع منقار مناقير. لها رأس وجناحان كبيران ورأس ومنقار كبيران وعنقه قصيرة. جمع ريتال. جت يا أولاد من التويليت ريتال؟ سمعاني؟ ريتال لسه. طيب عمر محمد، جمع عنق ايه؟ وعنقه قصيرة. جمع عنق. أعناق. برافو. جمع عنق أعناق. قلنا النوارس يا عمر محمد مفردها ايه؟ نور. النورس. دورة. لدى النوارس أجسام قوية وأقدام. أقدام مفردها ايه؟ قدم. قدم. برافو. بتول، ولها أجنحة رشيقة. يعني ايه رشيقة؟ رصيفة. مم. يعني ايه؟ قصدك حضرتك إنها معناها معنى رشيقة يعني ايه؟ خفيفة سريعة. خفيفة وسريعة. معنى رشيقة هكتب تحت هنا خفيفة سريعة. الطريقة دي يا ريت نكتب المعاني على الكلمات علشان واحنا بنقرأ الدرس نبقى عارفين المعاني. أسهل ما نحفظ المعاني لوحدها.
شكرا يا بتول. وأصواتها صاخبة. صاخبة يعني إيه يا ولاد؟ صاخبة يعني إيه عمر شريف؟ على وداد. صاخبة يعني عالية. مضادها إيه بقى؟ مضاد عالية يعني إيه؟ مضاد عليها منخفضة. منخفضة أو هادئة. مش أنا جيت. أهلا يا ريتال، الحمد لله على السلامة. مضادها هادئة. تمام يا ولاد، خلاص فهمنا الفقرة دي. بيوصف لنا هنا شكل طائر النورس. عرفنا شكل طائر النورس عامل ازاي، وعرفنا المعاني والمفردات اللي موجودة في الفقرة. نروح للفقرة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها بتوصف لنا ذكاء طائر النورس. ممكن ثانية؟ خلاص يا جودي. كده الكتابة مش هتبقى موجودة. هي السيشن متسجلة، ممكن ترجعي للسيشن بقى يا جودي، معلش. سلامتك يا ريتال. الله يسلمك. نتقل يا ولاد علشان الجو بقى بيبرد. ميس أنا شتيت خلاص. ايوه المفروض خلاص الشتاء دخل. انت يا جودي شايفاكي ما شاء الله لابسه تقيل. ذكاء طائر النورس. يعد النورس من الطيور الذكية، ومن تصرفاته التي تنم عن هذا الذكاء تربيط التربة بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل، فتخرج ليلتقطها هو ويأكلها. اتفضلي اقرأي يا جودي. يعد النورس من الطيور الذكية، ومن تصرفاته التي تنم عن هذا الذكاء ترطيب التربة بأقدامه كي يخدع. تربيت يعني يربط على التربة. تربية. بيضربها برجليه يعني. اتفضلي. تربية التربة بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل، فتخرج ليلتقطها هو ويأكلها. تمام، برافو يا جودي. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ هنا بيوضح لنا ازاي ان طائر النورس من الطيور الذكية، ومن الشيء اللي بيدل على ذكاته او من تصرفاته اللي بتدل على هذا الذكاء ان هو بيضرب التربة برجليه ضربات خفيفة. تربيط يعني الضرب بخفة. بيضرب التربة برجليه ضربات خفيفة. ليه بيعمل كده؟ لأن طائر النورس ده بيتغذى على الديدان اللي موجودة في التربة. فهو لما يضرب التربة ضربات خفيفة كده برجليه، الديدان اللي موجودة في التربة بتظن إن المطر ده بينزل، إن في مطر بينزل من السماء، وإن الضرب اللي موجود على التربة ده من الضرب بتاع قطرات المطر وهي نازلة. فالديدان بتفتكر إن ده مطر، فهو كده بالطريقة دي بيخدع الديدان. فالديدان تخرج علشان تاخد من المية اللي موجودة من المطر دي، فتلاقي طائر النورس يروح طائر النورس ويلتقطها ويأكلها. فهو ده من ذكاء طائر النورس، بيخدع الديدان عن طريق ان هو بيربط على التربة بأقدامه لكي تظن الديدان ان المطر يهطل، تروح الديدان خارجة من التربة، يروح هو يلتقطها ويأكلها. يبقى ده اللي بيدل على ذكاء طائر النورس. نعم، حد عاوز يقول حاجة؟ هو يا ميس النورس أذكى من الإنسان؟ لا طبعا، مفيش حد أذكى من الإنسان. طيب. أول سؤال، ما الدليل على ذكاء طائر النورس؟ براء اتفضل. آه إن هو بيقوم بتربية التربة بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل. تمام، يبقى هنشد خط على الإجابة دي أهي. من تصرفات طائر النورس التي تدل على ذكائه تربيط التربة بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل.